الأيدي ثم جاءوك يحلفون بالله كالذين يعلم الله إلا ليضاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم يا رب جل المراد يحكموك فيما شجر بينهم ولا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا غير منهم وفعلوا ما يوعدون به فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين أولئك الخلق الذين آمنوا قبل ما لا يفضحن فإن أصابتهم مصيبة ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فوزا عظيما. وقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيبتلى لمن صاب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال مشيدة وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله فمن الله وما بيض طائفة منهم غير الذي الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على الله أن يقوم بأس الذين كفروا حسنة يكن له نصيب منها ومن يشاء فهذا من يهدي كل منها
فئتين والله أركس بما كسبوا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ومن بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم لو شاء الله لسلطهم عليكم ولا تقاتلوكم ويأمروا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام يكفوا أيديهم ويقولوا أولئكم جعلنا لكم عليكم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدريء رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى الله يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدريء رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وطريق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه تبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله غالب كثيرا من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ومن يخرج من بيته إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغفروا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم
فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم ولا يغيرن الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال يعلمهم خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير من الأيام بالشهادة وتتقوا بين الله كان بما تعملون خبيرا
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم بربكم من الذين يتربصون بكم وإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيبا قالوا ألم نستعد عليكم ونحن من المؤمنين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله الله الجهر بالسوء ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله كتابا من السماء فقد سألوا موسى أخبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلا الذين ظلموا في أمينة منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم أن تقولوا إن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين تكبروا فلهم العذاب أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به هذا يدعو إن امرؤ
ترك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا الرحمن الرحيم ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم يصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مصدرين غير مسافرين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يريد الله عليكم من حرج واذكروا نعمة الله عليكم كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على سبيل واعلموا لتواصوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك عذاب شديد الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا
ومنهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به نصاري أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا نعمة الله إذ غربا غرمانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل إنما يتقبل الله من المتقين وشد إلي يدك تقدر ووعد له نفسه بالأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم يهتدون يوم القيامة وبرحمة ورحمة أليم أي يخرجون النار وخالدين فيها ولهم أن الله له ملك السماوات والأرض يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغوا ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله يا أيها
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم من الله. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقول الذين آمنوا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب يعرفونهم وإذا ناديتم من الصلاة يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا آمنا بالله من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه كثيرا منهم مولودة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربكم الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى كلما ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم وعموا وصموا كثير مما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو
المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلى ما يقولون ليمسن الذين أفلا تذكرون المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يكون لا تغلوا في دينكم غير الحق من الذين كفروا من بني إسرائيل يتولون الذين عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تتخذوا وكلوا مما آتاكم الله ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ويصدكم عن ذكر الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعموا إذا ما اتقوا أنكم الله بشيء من السيد تناله أيديكم يا أيها الذين آمنوا لا
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك لكم صيد البحر ودامه متاعا لكم وللسيارة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض أن الله بكل طيب الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء ولا سائبة ولا وقيلة ولا حامل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيخطبان بالله مقامهما من الذين استحق ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن تدعي إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ بها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج بني إسرائيل ابن مريم هل يستطيع هل نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عليكم ومن يغفر ذنوب فإني أعلم وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وقلت لهم بالله ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وقلت عليه ما دمتم لي ما توفيتني وما تدري تعذب وإن عباد بالله وإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك فهم السماوات والأرض فيها على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما السماوات هو الذي خلقكم من من آية من آيات من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم كتب على نفسه الرحمة يجمع الناس ولغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض الله بذر فلا كاشف له إلا هو وهو القاهر الحكيم الخبير. أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آتيناهم الكتاب يعرفونه ومن أظلم ممن افترى على الله يوم نحشرهم جميعا ونقول للذين أشركوا إن شركاءكم الذين كنتم تزعمون لم تكن أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها
كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وما يعد الدنيا إلا لعب نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما لولا نزل عليه آية من ربه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات جاءهم بأسنا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم من خلق الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين والذين كذبوا بآياتنا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك كذلك فتنا بعضهم ببعض وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة الذين تدعون على بينة من ربي وكذبتم بما عندي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وهو الغائر فوق عباده ويرسل الريح
ظلمات البر والبحر عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوليها ذلك الذي يؤمن بما كسبوا هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض وقد هداني ولا أخاف ما تشركون فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته